لدي الكثير من الذكريات الجيدة، لكن المفضلة لدي هي تلك التي ركلت فيها المشاغب. أنا ندم على شيء واحد، أتمنى لو أنني ركلته بقوة أكبر. هكذا وصف المجنون إيريك كانتونا لقطة الكونغ الشهيرة التي صنعت الحدث لأسابيع آنذاك. كلفته الإيقاف لمدة 9 أشهر عن الملاعب. قيل أن فيرغسون جلس هناك مذعورا عندما شاهد نجمه يطلق نفسه على المشاغب ماثيو سيمونز. الصدمة أصابت زملائه في الفريق كذلك، وأضحت أحد أبرز اللقطات في تاريخ كرة القدم رفقة نطحة زيدان لماتيراتزي وأورتيغا لفوندير سار وغيرها من اللقطات. الفرنسي المتهور لطالما اقترن اسمه مع أكثر اللاعبين شغبا. إذا أردت أن تضع تشكيلة لأكثر اللاعبين مزاجية فامنحه شارة القائد دون نقاش. هناك في أوكسير بزغت موهبته، طريقته في المراوغة وتمركزه المثالي جعل أسلوبه مميزا آنذاك. لعب رفقة أوكسير 5 مواسم تخللتها إعارة إلى مارتيجيس لمدة سنة. مع أوكسير لعب كانتونا 94 مباراة وسجل 29 هدف. ولأنه من مواليد الجنوب الفرنسي كان لابد من حمل قميص الأزرق أولمبيك مارسيليا. توج هناك بلقبين للدوري الفرنسي. شهدت مسيرته في الفيلودروم رفقة لوام العديد من المشاكل مع رئيس النادي، مما دفعه للرحيل على سبيل الإعارة إلى بوردو وبعدها إلى مونبيلييه. ساهم في التتويج بكأس فرنسا مع هذا الأخير، وتشاجر مع عدة لاعبين هناك. لعب 39 مباراة وسجل 14 هدفا. مسيرته في فرنسا ختمها مع فريق نيم، مشوار قصير شهد العديد من المشاجرات والإيقافات طيلة عام كامل. لعب كانتونا 19 مباراة فقط وسجل 4 أهداف ليقرر الرحيل نهائيا من فرنسا. التحق بليدز يونايتد هناك في إنجلترا أين بدأت فترة التوهج. توج بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليدز وحقق الدرع الخيرية بعد تسجيله ثلاثية في مرمى ليفربول. رغم نجاح موسمه الأول تفاجأت جماهير ليدز بخبر انتقاله إلى مانشستر يونايتد. فاز كانتونا على الأقل بلقب في كل موسم له مع مانشستر يونايتد باستثناء موسم 94-95 عندما تم إيقافه بعد مشاجرته الشهيرة. وبمجرد عودته للملاعب بدا تأثيره واضحا وهائلا على الفريق. أصبح كانتونا الوجبة الدسمة للإعلام الذي لطالما أراد انتقاده نظرا لشخصيته المختلفة والمتعجرفة التي تتناسب مع مكانته كملك من ملوك كرة القدم. حقق كانتونا لقب البريمير ليج في 4 مناسبات، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة 3 مرات، رغم أنه فشل في تحقيق أي لقب أوروبي بعد اعتزاله المبكر في سن 30. ظل رمزا تاريخيا للشياطين الحمر، 188 مباراة و82 هدفا كانت حصيلته طيلة 5 سنوات. مشواره الدولي مع المنتخب الفرنسي لم يكن شيئا يذكر. الإخفاقات والإيقافات والإهانات كانت عنوانه الأبرز. لم يستطع المنتخب الفرنسي آنذاك من بلوغ مونديال أمريكا 94. 45 مباراة سجل فيها 20 هدفا. مسيرة كانتونا كانت جيدة رغم أنها شهدت العديد من المشاكل. شخصية اللاعب التي لم يستطع أي مدرب ترويضها، حتى السير أليكس فيرغسون، جعلت أرقامه كمهاجم تبدو ضئيلة رغم أنه امتلك كل صفات المهاجم الهداف. كانتونا ترك بصمته في عالم كرة القدم حتى بشجارته.